هلا هلا، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد. الفيديو النهارده الجزء التاني من تحضير شنطة الولادة بالنسبة للماما والبيبي. انا عملت لكم الجزء الاولاني، هيكون ان شاء الله نزل خلاص. لو ما شفتوهوش ما تنسوش تروحوا طبعا تشوفوه. ده هيكون الجزء الاولاني خاص بشنطة الام، والجزء دوت خاص بشنطة البيبي بتاعة المستشفى. ف يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه طبعا يكون معاكي الشنطه بتاعه البيبي. عادي انت براحتك، جايبه شنطه مخصوص للبيبي كده، زي مثلا بتاعه الكوين او الحاجات ديت، او عندك شنطه تانية عاديه حابه ان انت تستخدميها. انا جبت الشنطه دي علشان هي الشنطه دي متقسمه تقسيمات معينه، فهي مريحه في الاستخدام وخلاص. فهحط فيها حاجه البيبي بدل ما اشيلها في حاجه تانية يعني. ايه بقى اللي هيتحط جوه الشنطه دي؟ هنعرفه دلوقتي حالا، يلا بينا. اول حاجه بتاخدي الطقم بتاع البيبي اللي هيلبسه ان شاء الله اول ما يطلع من اوضه العمليات. انا جبت الطقم ده، انا بس مش هعرف افتح الحاجه خلاص مغسوله ومتظبطه ومتطبقه فانا مش عايزه يعني افكها. فالفكره كلها انت هتاخدي ايه؟ الطقم ده بيبقى فيه طقمه كامله كده بتتباع بتاعه المستشفى. ممكن تجيبي الطقم اللي هو بيكون تقريبا 5 قطع او حاجه، وطقم تاني بيكون الضعف 10 قطع. انا جبت الطقم الكبير عشان اخده كله مره واحده معايا، لانك هتحتاجي تاخدي للبيبي طقمين، يعني من طقمين ل3 على حسب انت هتولدي قيصري ولا طبيعي، وعلى حسب هتقعدي قد ايه في المستشفى. فانا طبعا لسه مش عارفه اي حاجه، على ربنا يعني سايبينها طبعا. فانا اخدت معايا طقمين، علشان لو لا قدر الله يعني البيبي مثلا وسخ طقم ولا حاجه فنعرف نلبسه الطقم تاني. المهم يعني ده الاولاني خالص اللي ان شاء الله هيطلع بيه من جوه، بيكون زي سوادر كده او الكوفرته الاخرانيه اللي هو بيتلف بيها، وبيكون معاه الفانيلا اللي هي بصوا استنوا، بتبقى زي كده اللي هي بتبقى القط اللي هي الكبسين، استنوا، بتبقى زي كده بس دي بنص اللي في الطقم ديت قط يعني. بتبقى الفانيلا اللي هي القط اللي بكبسين زي ما قلت لكم، وبيكون معاها كمان السلوبيت الخارجي، اللي هو بيكون بكم، والرجل بتاعته برضو بتكون مقفوله علشان البيبي اول ما بيتولد لازم تلبسوه كم حتى لو احنا في الصيف. فالفكره كلها بقى انت هتلبسيه تحتها ايه، فلبسيه قطعه واحده بس لو احنا في الصيف، ولو في الشتاء طبعا بتزودي عدد القطع تقريبا من قطعه كمان يعني. اللي اعرفه ان البيبي بيلبس اكتر مننا قطع. انت مثلا شوفي انت لابسه قد ايه ولبسيه ازيد من القطع. وجماعه بجد ما تقلقوش، عشان في دكاتره كتير قوي قالوا ان البيبي اصلا اول ما بيخرج من بطن الام يعني طبعا بيكون مش لابس اي حاجه. وكده كده غرفه العمليات بتكون مكيفه، وكمان المستشفى نفسها اصلا بتكون مكيفه. ف عادي. ولما البيبي كمان بيتحط في حضانه بيكون مش لابس اي حاجه غير الدايبر بتاعه، فبيكون برضو الحضانه مكيفه. فما تقلقوش من حته ان البيبي يعيا او يجيله برد او الكلام ده. كل الفكره ان انت حتى لو قاعده في البيت ما توجهيش المروحه عليه او ما توجهيش التكييف عليه توجيه مباشر. عادي مثلا تحت التكييف وخلي او لو عندك مروحه خلي المروحه تلف ما تبقاش ثابته عليه بس كده. فالمهم يعني اول ما يخرج بس احنا بنلبسه قط وبنلبسه كم. بالنسبه للجو اللي انا فيه دلوقتي ده احنا كده خلاص داخلين اهو شهر 9، فالجو لسه اصلا حر. طيب الطقم ده بيكون معاه ايه تاني غير السلوبيت والفانيلا الداخليه اللي بكباسين؟ بيكون معاه بنتي، وبيكون معاه كمان اللي هي الطاقيه بتاعه الراس عشان دي لازم تلبسها له اول ما يتولد برضه. وبيكون معاه الجوانتيات بتاعه الايد، وهو كده كده السلوبيت بتاعه بيكون مقفول من عند الرجل. ده اللي البيبي ان شاء الله هيلبسه اول ما يطلع من العمليات باذن الله. ده الطقم الاولاني. انا بقى اخدت معايا طقم تاني احتياطي، اخدت معايا برضو اخدت معايا الفانيلا النص دي اللي هي اللي بكباسين. يلا يا جماعه اهو بفكركم الحاجه بقى وارجع اطبقها تاني واخدت معايا كمان للطقم التاني يعني لو احتجت ان انا اغير له البيجامه ديت. بصوا دي بقى اللي هي بتاعت نفس الطقم بس القطعه اللي هو الطقم التاني يعني. بيجامه كده بتكون كباسين كده وبرده بكم اهي، ومعاها البنطلون بتاعها. طبعا ما تنسوش تغسلوا حاجه البيبي كويس جدا جدا. احنا بنبقى جايبينها من المحل وكل حاجه، بس يا جماعه الحاجه بتاعت البيبي لازم تتغسل، لازم ضروري جدا تغسليها كويس ولو حابه تكويها بتكويها كمان.
برضو اخدت معايا ديت احتياطي برضو، دي الشاية. بتكون الشاية يا جماعة بتكون كلها كباسين اهي، بصوا كلها كباسين، علشان تكون سهلة في ان انت تغيري للبيبي، خصوصا لو حد زي اصلا بيخاف وبيترعب وكده. يعني ربنا يستر يعني ان شاء الله، واعرف ان انا بعد كده طبعا اتحكم في حاجه زي كده يعني. بس يعني المهم ان دي بتكون سهله قوي، فانا برضو قلت اخدها معايا احتياطي، بحيث ان انا يبقى معايا هدوم داخليه كتير للبيبي، علشان لو احتجت ان انا اغير له يعني. ده بالنسبه للاطقم بتاعه البيبي اللي هيلبسها في المستشفى. بعد كده بتاخديله برضو بشكير ليه او فوطه يعني. انا شفت الفوط اللي عندي في البيت، انا عندي فوط فيها يعني بتكون ناعمه قوي، الخامه دي ناعمه قوي عندي، فاخدت منهم واحده وخصصتها ان هي تكون بتاعه البيبي. وكمان جبت له فوطه تانية صغيره كده اهي، علشان برضو تبقى في واحده تانية احتياطي. كمان اخدت ساتر الرضاعه علشان لو حبيت ارضع البيبي واحتاجته يعني. هو كده ممنوع الزياره، بس انا برضو اخدته معايا احتياطي وخلاص. وكده كده زي ما انتوا عارفين اللي اتفرج على الجزء الاولاني اصلا عارف ان انا ان شاء الله بعد لما اخلص يعني هطلع على بيت بابا وكده، فيبقى معايا برضو الحاجات اللي انا كده كده هحتاجها حتى بعد المستشفى. برضو ما تنسوش تجيبوا معاكم العلبه الصغيره دي عشان تعرفوا تحطوها في الشنطه يعني، او لو عندك الباكت الكبير خدي منه مثلا 10 وحدات من الدايبر بتاع البيبي. اتاكدوا ان انتوا تجيبوا رقم 1 ده بتاع النيو بورن على طول. انا جبت اللي هو مولفكس علشان ده برضو بيبقى فيه مكان للسره بتاعت البيبي. استنوا انا مش هعرف اوريكم كده، بصوا انا مش عارفه انتوا ممكن تشوفوها ولا لا، بس هو في فتحه هنا كده من تحت عشان خاطر سره البيبي ما تبقاش يعني البامبرز جايه عليها يعني. اوكي بعد كده بقى هتحتاجوا طبعا الكريم بتاع الدايبر بتاع الحفاضات علشان يعني التهابات البيبي وكده. انا جبت اللي هو بتاع موستيلا دوت علشان ده وقايه وعلاج في نفس الوقت، فانا جبت موستيلا. انتوا ممكن عادي تجيبوا اي نوع تاني انتوا حابينه. وكمان جبت ده، بس يا جماعه ده انا بصراحه مش هطلعه خالص وانا هناك، مش هديهم يعني يستخدموه كده. ده اللي هو الشامبو برضو بتاع موستيلا، شامبو وشاور في نفس الوقت. الطبقه اللي بتبقى على جسم البيبي اول ما بيتولد اللي هي لونها ابيض دي، الطبقه الشمعيه دي بتكون مفيده جدا جدا للبيبي وبتديله اصلا مناعه. فالطبقه دي المفروض تتساب اقل حاجه يوم او 48 ساعه، يومين مثلا، وبعد كده البيبي يبتدي ان انت تحميه ويعني يعني تحميه زي ما انت حابه. فانا مش هديلهم دوت خالص، لان انا هطلب منهم ان هم ما يحموش البيبي عشان انا عايزه الطبقه دي تفضل عليها. وطبعا مهم جدا جدا اوعوا تنسوا يا جماعه الكحول بتاع السره. وحد بقى يقول لي في الكومنتات الحزام اللي هو العريض ده اللي هو بيتلف حوالين البيبي عند السره، الحزام ده يا جماعه مهم ولا لا؟ عشان انا ما جبتوش ومش عارفه اذا كنت اجيبه ولا لا، ولسه عايزه اعمل سيرش برضه عن الموضوع ده، فحاولوا تقولوا لي في الكومنتات. انا برضه يا جماعه مش عارفه الفيديو ده هيكون يعني لو نزل انا هكون ولدت ولا لا. فالمهم يعني اكتبوا لي احتياطي في الكومنتس وخلاص، محدش عارف حاجه، وانا برضو هعمل سيرش، ولو وصلت لحاجه هبقى اقول لكم على الستوري بتاعت الانستجرام، ما تنسوش تتابعوني عليه. بس كده، فما تنسوش كحول السره برضو مهم جدا جدا جدا. كمان اخدت معايا وايبس، بس غالبا الوايبس دي مش هستخدمها اصلا للبيبي، بس انا اخدتها معايا احتياطي عشان لو انا احتجت وايبس او حاجه استخدمها يعني. وهنحتاج طبعا المناديل اللي هي العاديه، خدي طبعا باكت صغير زي دوت كده، بلاش تجيبي يعني الباكت الكبير، خليه عندك في البيت، وخدي معاكي حاجه صغيره عشان تنفع معاكي وانت نازله. ودي برضو يعني اللي هي برضو الحجم الصغير مش الكبير اهي، علشان تنفع ان هي تتحط في الشنطه. بصوا انا اخدت برضو معايا ديت اللي هي بتاعه الانف بتاعه البيبي، بس انا مش عارفه اذا كنا هنحتاجها في المستشفى ولا لا. زي ما انتوا عارفين كده كده ان شاء الله برضو هطلع على ماما، فانا اخدتها معايا وخلاص. احتاجوها بقى في المستشفى للبيبي ما احتاجوهاش هي كده تبقى معايا. كمان يا جماعه انا اخدت السرنجه ديت بتاعه الاطفال علشان الحليب. لو يعني لا قدر الله لا قدر الله بعد الشر البيبي ما عرفتش ارضعه في الاول يعني، فالمفروض ان انت بدل الببرونه، انا واخده برضو معايا ببرونه بس هي عشان انا معقماها دلوقتي خلاص وعنتها، فمش عايزه اطلعها استخدمها تاني يعني البسها قصدي تاني. ف اخديها برضو بس معايا شكلا كده بس مش اكتر.
السرنجة دي المفروض يعني بتحاولي ان انت تطلعي اللبن سواء بالبامب بريست او ان انت بتعصري يعني، وبعد كده بتحطي اللبن هنا وبتبتدي ان انت تديه للبيبي علشان ما ياخدش ان هو ياخد على ببرونة او الكلام ده. ويا جماعة ارجوكوا حاولوا مع البيبي ان هو يرضع طبيعي وما تدوش صناعي. لو انتي والدة قيصري معلش تعالي على نفسك وحاولي ان انتي ترضعي البيبي وما تقوليش انا مثلا تعبانة دلوقتي فمش مشكلة ياخد صناعي يعني، لا هياخد على الصناعي وبعد كده خلاص مش هيرضع منك خالص. فبلاش ببرونة وبلاش صناعي وبلاش الكلام ده. هما الدكاترة انا سمعت دكاترة كتير قوي بيتكلموا في الموضوع ده بتاع السرنجة بتاعة الاطفال، بحيث ان هو دي بالنسبة له مش هيتعود طبعا عليها، انت بس هتدخلي له بيها الحليب بتاعك عشان انت مش عارفه مثلا تعملي التقام صحيح يعني دلوقتي، بس مجرد ان انت تعملي التقام خلاص مش هتضطري ان انت تستخدميها تاني. فانا يعني اخده بس معايا واحده احتياطي وان شاء الله يعني ربنا ييسر باذن الله باذن الله واتوفق في الموضوع ده يعني ان شاء الله. برضو اخدت معايا الترمس ده عشان يعني احط فيه ميه سخنه عشان لو انا احتجت اشرب حاجه او كده يعني يبقى فيه ميه سخنه معايا. بالنسبه بقى لدوت ده اللي هو المشمع بتاع الغيار برضو اخدته معايا احتياطي، هو كده كده اصلا ده بيجي مع الشنطه من ضمن الملحقات بتاعتها يعني، فانا هاخده برضو احتياطي يبقى معايا، وبرضو عشان لما اطلع مش هرجع البيت على طول بلا 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 الكلام اللي انتوا عرفتوه خلاص ده. وبس كده يا بنات، دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا ان انتوا استفدتوا منه. لو انا نسيت اي حاجه اكتبوها لي تحت في الكومنتات ارجوكم يمكن الحق ان انا استفاد منها لو كان الفيديو دوت نزل وما كنتش لسه رحت ليه. اي حد عنده اي معلومه في اي حاجه يعني يا ريت يقولها لي علشان كلنا نستفاد من بعض. وبالنسبه للشنطه دي انا هعمل لكم عنها ريفيو مفصل وهقول لكم يعني كل حاجه موجوده فيها لان هي بصراحه عجباني جدا جدا الحمد لله. بس الفيديو بتاعها هينزل على انستجرام، فروحوا تابعوني هناك على الانستجرام، ما تنسوش تعملوا لي فولو علشان تشوفوا الريفيو المفصل بتاع الشنطه. وبس كده، بحبكم قوي قوي، هتوحشوني الفيديو الجاي وادعوا لي اقوم بالسلامه، ولو كنت ولدت يعني ادعوا لي ان انا اتعافى بسرعه يعني، وان البيبي يكون ان شاء الله صحته كويسه. ودعواتكم يا جماعه ولكم بالبسل، وربنا يا رب يقوم كل واحده حامل بالسلامه هي والبيبي بتاعها، وربنا يرزق كل مشتاق ويرزقنا جميعا بالذريه الصالحه يا رب اللهم امين. هتوحشوني قوي قوي، مع السلامه.